اهلا وسهلا متتبعين ديالي، مرحبا بكم مره اخرى في قناه عالم جميله السوسيه. اليوم ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده. غادي نحضر معكم واحد المملحه، يعني ميني كرواسون بالعجين المورق. كتجي ساهله واقتصاديه في المقادير، ما كتديش لنا الوقت بزاف، وان شاء الله غادي تنفعكم في شهر رمضان المبارك. الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه وباش ما تمنينا ان شاء الله. هاد المملحه هادي كيف ما قلت لكم كنحضروها بالعجين المورق. وبالنسبه للحشو يعني حشو عادي، يعني اقتصادي جدا. اكيد غادي تعجبكم، والمذاق ديالها يا سلام، كتجي المذاق رائع جدا وكتخرج كميه يعني وفيره. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، واكيد غادي ينال الاعجاب ديالكم. وكيف العاده ما تنساوناش من اللايك ديالكم وتعليقاتكم محفزه، واللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك فضلا وليس امرا. دابا غادي نمروا بالطريقه ديال التحضير. هنا ان شاء الله في هذه الوصفه اكيد غادي نحتاج العجين المورق. ديجا حضرته معكم في القناه، يعني عندي جوج فيديوهات طريقه تحضير العجين المورق. غادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو في صندوق الوصف. بالنسبه للحشو غادي نحتاج هنا واحد العلبه ديال الطون، وغنحتاج واحد البصله، يعني اللي عندكم بصله خضاريه ولا بصله كركوبه بحال يعني كنشلضها وكنشحرها في شويه ديال الزيت وشويه ديال المليحه حتى كتدبل. هنا غادي نحتاج لاصوص طوماط اللي استعملت فيها انا واحد الملقه كبيره ديال المركز ديال الطماطم. طلقتها بواحد نص كاس ديال الماء وشحرتها حتى طلعت فيها الغليه، وزدت لها واحد المعلقه ديال سنيده وشويه ديال المليحه، وخليتها حتى عقدت بهذه الطريقه هذه اللي بهذا الشكل اللي كيبان لكم. اولا تعوضوا بالكيتشوب، راه حتى انا هذه الوصفه هذه كنحضرها بالكيتشوب، غير الكيتشوب ما عنديش، ما متوفرش عندي. ودرت هذه الطريقه ديال هذه المطيشه ديال الحك. وهنا غادي نحتاج واحد 3 ديال الفرماج ديال الساندويتش، واحد 3 القطع فرماج الساندويتش او لا اي فرماج عندكم ممكن تستعملوه، يا فرماج الحمار او لا فرماج موتزاريلا، يعني اللي عندكم. هنا غادي نطلق العجين، غادي نطلقها بالمدلك على شكل مستطيل. هنا كيف ما تيبان لكم في لا فيديو، يعني طلقت سرحت العجين، يعني السمك ديالو ما تيكونش، يعني تقريبا كنخلي فيه واحد تقريبا هكاك 4 ملم في السمك ديالو. كنحاول انني نقاد ليه داك الجوانب، وغادي نقطعو على شكل اشرطه. غادي يبان لكم الطريقه باش غادي نقطعهم على اشرطه يعني متساويه، نحاول يكونوا متساويه، ومن بعد غادي نقطعو على شكل مثلثات. يعني راه الطريقه غادي تبان لكم واضحه جدا في الفيديو. هنا غادي نقطع الاشرطه كاملين على شكل كيف ما قلت لكم مثلثات، ومن بعد غادي نجيب الحشو ديالي، غادي نعمر هاد لي ميني كرواسون او مملحه، يعني كيف ما بغيتو يعني كيف ما بغيتو تسموها. كنقطع واحد شويه في داك كيف ما لاحظتوا، يعني قطعت داك درت واحد التقطيعه في التحت ديال داك المثلث. هنا غادي نسبق واحد شويه ديال داك لاصوص ديال المطيشه او الطماطم، او لا كيف ما قلت لكم تستعملوا الكيتشوب اللي بغيتو. كنستعمل واحد الكميه يعني صغيره قليله بزاف، راه ما كنستعملوش الحشو بزاف، حيت الا استعملتوا الحشو بزاف غادي يخرج لكم من العجين. يعني كنستعملوا واحد الكميه قليله بزاف. داكشي باش قلت لكم راه هاد لي ميني كرواسون راه اقتصاديين بالنسبه للحشو، ما تيدوش لينا المقادير بزاف. كيف ما كتلاحظوا درت واحد شويه ديال لاصوص طوماط، ودرت واحد شويه ديال البصله، وغادي نزيد عليها واحد شويه ديال الطون، وكذلك غنزيد عليها واحد شويه ديال الفرماج.
يعني شويه شويه من كل حاجه، يعني ما كنكتروش. هنا كيف ما كتلاحظوا يعني راه الفرomاج كندير غير واحد القطعه صغيره في كل مثلث، يعني تقريبا راه غير واحد شويه فقط. كيف ما قلت لكم ممكن تستعملوا اي نوع ديال الجبن عندكم، لكن انا تيعجبني فيهم هاد الجبن ديال الساندويتش، هاد القطع ديال الفرماج الساندويتش. صافي تنلوهم على شكل كرواسون. اللويه كتجي من ديك يعني الجهه العريضه، وكنمشيو غاديين كنلويو يعني هذاك القمه ديال داك المثلث. صافي تيجيو زعما كاين دغيا تتحضريهم، ساهلين في التحضير واقتصاديين في المقادير. الفران انا سخنته من قبل، من بعد ما غادي نسالي كاع الكميه اللي عندي غادي نصدفهم في اللاطه ديال الفران، وراه ما تياخذوش بزاف ديال الوقت في الفران، كنخليهم يطيبوا يعني على عافيه مهيله، ما نجهدوش بزاف في الفران، ياخذوا حقهم في الطياب باش لاباط فيوتي تطيب من الداخل. هنا ملي ساليت الكميه ديال العجين اللي عندي في الطعمار، راه خرجوا ليا 2 لاطات ديال هاد الكميه اللي كتبان لكم قدامكم. بالنسبه للعجين اللي حضرت كيف ما قلت لكم، راه العجين غادي نحطو لكم ان شاء الله في صندوق الوصف، يعني يعني الفيديو بالتفصيل الممل، يعني طريقه تحضير العجين المورق. هنا كندهن كيف ما قلت لكم هاد لي ميني كرواسون بالصفار ديال البيض مخلط مع شويه ديال الحليب، كنحاول انني ندهن ليهم الفوق ديالهم. صافي كيف ما قلت لكم الفران راني سخنته من قبل، وكندخل هاد لي ميني كرواسون يطيبوا على عافيه مهيله، يعني نخلوهم ياخذوا حقهم في الطياب باش لاباط طيب لينا من الداخل ما تجيناش معجنه. يعني هاد لي ميني كرواسون كيجيو غزالين وكيجيو بنان بزاف وكيجيو مقرمشين وهشاش من الداخل. كنتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وكيف العاده كيف ما قلت لكم ما تنسوناش من اللايك ديالكم وتعليقكم محفزه، وكنتمنى انكم تدعمونا وتشتركوا في القناه فضلا وليس امرا، باش نزيدو نعطيكم هاد اللايك والتعليق والاشتراك، هذا غير تحفيز منكم باش حتى حنا نستمروا في هذا المجال هذا. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.